في الأيام والأسابيع اللي فاتت الجزائر عاشت موجة بشعة من الجرائم. جرائم مش بس مرعبة علشان طريقة تنفيذها، لكن كمان علشان اللي عملوها ناس عاديين، ناس ملهمش أي سوابق، ولا هم حرامية ولا هم قتلة محترفين، ولكن للأسف هم آباء وهم جيران وهم أصحاب. بس الغضب لما بيعمل قلب بيحول الإنسان العادي لوحش ما بيرحمش. الجرائم دي فتحت جرح كبير جدا في قلب المجتمع، وطرحت أسئلة ملهاش إجابة واضحة. فين الصحة النفسية؟ فين الوقاية قبل الكارثة؟ الجريمة في كل مكان، كل مجرم يمثل نفسه، لا يمثل شعب ولا يمثل وطن. كل مكان في إنسان في شيطان، يعني في جريمة. في مصر في جريمة، في الجزائر، في المغرب، في كل الوطن العربي، طالما المكان فيه إنسان. هنبدأ مع بعض جريمة البليدة. طبعا انا معرفش بنطق صح ولا غلط، فاخواتنا في الجزائر يصححوا لي اذا كان في كلام غلط. هي مديرة مدرسة ثانوية، بنتها الصغيرة، وفي يوم 8 ابريل في مدينة مفتاح بولاية البليدة صحيت على كرسى الناس. مديرة ثانوية مشهورة بأخلاقها، مشهورة بكرمها، مشهورة بأدبها، وبنتها الصغيرة اللي عندها 8 سنين اتقتلوا جوه بيتهم بطعنات غدر وطعنات من السكاكين. التحقيقات كشفت ان اللي عمل كده مش غريب، للأسف ان هو طليقها بعد مشاكل طويلة بينها وبينه، وبعد ما ربنا رزقهم ببنت جميلة. قررت الأم الانفصال لأن كان معيشها في عذاب. طبعا برضو نرجسي، لأن النرجسي ده قصة كبيرة، حوار كبير قوي. أنا لما بحثت عنده ده موال كبير قوي. يعني المفروض كده كل الحكومات تلم كل اللي عندهم نرجسية دي وترميهم في الصحراء كده يموتوا بعض. في الآخر الأستاذة خدت قرار الطلاق، وعلشان تعيش في سلام غيرت مكان شغلها ومكان سكنها. كفاية بقى الأيام السوداء اللي أنا شفتها على إيد اللي خلفوك يعني. غيرت مكان شغلها ومكان سكنها، لكن الحقد اللي جواه ما نامش يوم الجريمة. راح الحي الجديد اللي هي ساكنة فيه بعد ما عرف مكانها، والناس شافوه بيلف حوالين العمارة، أو تحديدا حارس العمارة شافه واحد بيلف شكله مريب حوالين العمارة. بدور الحارس بلغ الأمن، بس الجاني كان أسرع من الأمن. دخل عليها البيت ومفيش كلمة، طعنها بالسكينة من الوريد للوريد. نيجي للبنت الصغيرة، ملاكها الصغير اللي كانت معاها مسكها وخنقها بإيده لحد ما ماتت. خنقها وهي مريضة ربو وما قدرتش حتى تصرخ، وسابهم مرميين في دمهم وخرج من البيت بكل برود. الصدمة كانت كبيرة جدا على زمايلها والطلبة اللي بيحبوها، بالرغم من ان هي ما قعدتش معاهم كتير، لكن فعلا حبوها. ست محترمة خيرة، كانت لسه بتبدأ حياة جديدة بعيد عن عذاب السنين اللي شافته. اما البنت اللي ملهاش اي ذنب ولا ليها اي حاجة في الكون ومريضة، انهى حياتها. يعني حظها ان هي اتولدت مع اب مجرم. ربنا يرحم الأستاذة وربنا يرحم بنتها. طبعا تم إلقاء القبض عليه ولسه هو هيتحول للمحاكمات. وهننتقل مع بعض إلى ولاية المسيلة. كارثة تانية حصلت، وهي ست كبيرة عندها 65 سنة، أستاذة أو مدرسة إنجليزي على المعاش. ماتت بإيد مين؟ يعني بإيد مجرم، بإيد عصابة. ماتت للأسف بإيد ابنها، ابنها اللي المفروض يكون ظهرها وسندها. الولد ده كان بيعاني من اضطرابات عقلية، وللأسف الحكومات العربية في كل الدول العربية سايبين اللي عندهم خلل عقلي أو مرض عقلي، سايبينهم في الشوارع لغاية ما في النهاية بيتطوروا وبيرتكبوا جرائم. كام جريمة يرتكبها مريض عقلي حقيقي. فالحكومات كمان أو المصالح المستشفيات المفروض ان هي تشيل وزر الكلام ده. طيب، ابنها مريض باضطرابات عقلية ولكن محدش لحق ان هو ينقذها. المصالح الامنية فتحت تحقيق علشان يعرفوا ايه اللي حصل. الطب الشرعي لسه هيقول تقريره النهائي، ولكن طبعا كل الناس اثبتوا او قالوا ان هو عنده خلل عقلي. ام كانت بتحلم تعيش الباقي من عمرها بسلام، راحت ضحية وجع ما بيتوصفش. الله يرحمها والله يصبر إليها. هننتقل مع بعض إلى جريمة براقي، وهو مقتل أستاذ جامعي على يد مين يا محمد المرة دي؟ للأسف على يد جاره.
جاره صديقه. في بلدية براقي بالعاصمة في آخر أيام شهر رمضان، الناس كانت بتحضر للعيد، بس الحي ده اتحول لمسرح جريمة. أستاذ جامعي محترم جدا في كلية العلوم الاقتصادية بدالي إبراهيم اتقتل قدام بيته، قدام عيلته، قدام الناس كلها. جاره اللي كان صاحبه هو اللي قتله. السبب؟ السبب خلاف بسيط على محل تجاري، خلاف تافه انتهى بطعنات قاتلة، وحتى محاولات إسعافه ما لحقتهوش. الناس في الحي مش مصدقين، اتنين اصحاب، اتنين جيران، اتنين كلوا عيش وملح مع بعض بيتحولوا فجأة لقاتل وضحية. لحظة غضب واحدة ضيعت اتنين مع بعض، واحد فقد حياته والتاني دخل السجن بيستنى مصير ما يعرفش ايه هو. ربنا يرحم الأستاذ وربنا يصبر أسرته. هننتقل مع بعض إلى جريمة ميلة مش عارف الاسم الصحيح ايه. الجريمة دي غريبة جدا. هي واحدة قتلت أبو صاحبتها، صديقة قتلت والد صديقتها، وفي رسالة لمطاعي بولاية ميلا. كارثة تانية حصلت ليلة العيد، بنت عندها 23 سنة راحت بتزور صاحبتها في بيتها. خلاف بسيط حصل ما بين الاتنين اتحول لخناقة. أبو صاحبتها حاول يفض بينهم، لكن البنت انهارت للأسف، جابت سكينة وطعنته طعنات قاتلة في رقبته وفي بطنه. الراجل مات طبعا بسبب الطعنات وبسبب النزيف. بنته اللي هي كانت شافت المشهد كله راحت المستشفى في حالة خطيرة جدا، وهي حاليا في غيبوبة. أما البنت القاتلة هربت من المكان، بس بعدها بوقت قليل جدا سلمت نفسها للدرك الوطني. لسه الدوافع مش معروفة لحد دلوقتي، وربنا يرحم طبعا الأستاذ وربنا يصبر اللي ليه. هنيجي مع بعض الرأي الخبراء النفسيين اللي قرفنا في كل بلد وفي كل دولة، اللي ملهمش أي لازمة في الجريمة، اللي المفروض هم بيعالجوا الجريمة. الجريمة بتزيد ما بتتعالجش. هل ده بسبب الأطباء؟ لا طبعا، بسبب حاجات كتيرة جدا. الناس مش قادرة تستوعب اللي بيحصل، ولكن خبراء النفس وضحوا أن المجتمع يمر بمرحلة ضغوط نفسية رهيبة. يبقى لما الجريمة بتزيد في دولة بيكون أهل الدولة مضغوطين نفسيا. الناس شكلهم طبيعي من بره لكن جواهم غليان، ضغط الحياة والمشاكل الاجتماعية. وهنزيد على ده ضعف التربية النفسية. كل ده بيخلي ناس عادية بيتحولوا فجأة لوحوش في لحظة انهيار. ومع غياب القيم الدينية والأخلاقية والضغوط الاقتصادية، أي استفزاز بسيط، أي خناقة صغيرة ممكن إنها تتحول لجريمة دموية تقلب حياة عائلات كاملة. الجرائم دي مش بس مجرد حوادث، دي رسائل موجعة إننا محتاجين نرجع نعلم أولادنا إزاي يتحكموا في غضبهم، وإننا نفتح عينينا أكتر على اللي حوالينا. الخلاصة: الغضب لحظة بس الندم عمر كامل، واللي بيحصل حوالينا دليل على إن التحكم في النفس ما بقاش رفاهية، بقى حياة أو موت. الجريمة في كل مكان، كل مجرم يمثل نفسه، لا يمثل شعب أو يمثل وطن. كل مكان في إنسان في جريمة. بشكركم جدا لمتابعتكم، مستني تعليقاتكم وادوني رأيكم. هل أطباء النفس بيعملوا حاجة في النفس ولا هم على الله حكايتهم في كل المجتمعات العربية؟ بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.